I've been observing everything you've observed. Do you have to talk? If you don't want me to, I will not. Okay, yeah, don't talk. الفيلم بتاعنا بيبدأ مع راجل اسمه جراي، وده كان ميكانيكي عربيات بسيط، ولكن جراي كان دايما حاسس ان العالم حواليه متقدم وهو واقف في مكانه، وده لان العربيات كلها بقت شغالة بالذكاء الاصطناعي، واغلب الناس في الوقت ده كانوا بيستخدموا العربيات دي، ولكن كان في ناس بتحب السواقة وبتحب العربيات القديمة اللي شغالة بالبنزين، وجراي بقى كان اكل عيشه على الناس دي. بس بنكتشف ان مراته كانت عكسه تماما، وهي كانت ماشية مع العصر وكانت شغالة في شركة متقدمة اسمها كوبالت. وفي يوم جراي راح يسلم عربية قديمة لعميل مهم، واخد آشا معاه عشان تتعرف عليه، ولما بيوصلوا المكان بيكون فاضي تماما، بس بيلاقوا صخرتين كبار وكان بينهم مدخل سري تحت الارض، والمدخل ده كان بيودي لبيت العميل بتاعهم. وهناك الاتنين بيقابلوا راجل اسمه ارون، وده كان مهندس عبقري جدا، وقدروا انه يعمل شركة عالمية بمليارات الدولارات وهو صغير في السن، وشركته كانت متخصصة في صناعة أنظمة الذكاء الاصطناعي. وآشا بدأت تحكي له عن شغلها في كوبالت، وبتقول له انها شركه بتطور اسلحه بالذكاء الاصطناعي للجيش، وبهزار قالت له انها شايفه ان شركتها هتسبق الشركه بتاعته. وارون ابتسم وقال لها ان ده عمره ما هيحصل، وقال لها تعالوا وهثبت لكم ليه احنا متقدمين فعلا عن الباقيين. وبعدها خدهم لمعمله وكشف لهم عن احدث اختراع عنده، ودي كانت شريحه ذكاء اصطناعي اسمها ستيم، والشريحه دي كانت بتقدر تتحكم في اي نظام وتحل اصعب العمليات الحسابيه في ثواني. وبعدها ارون قال لهم ان دي هتكون اعظم هديه للبشريه، وجراي ضحك بسخريه وقال له فعلا، بالرغم من انها هتدمر حياه ناس كتير وهتسرق شغلهم. وارون سكت وبص له وكأن الكلام بتاعه ابتدى فعلا يقلقه. وفي طريق الرجوع كان الاتنين راجعين البيت بعربيه آشا الاوتوماتيك، والذكاء الاصطناعي كان هو اللي سايق العربيه لوحده. وفجاه جراي لاحظ ان العربيه كانت ماشيه غلط، وآشا حاولت انها توقفها بس كان للاسف فات الاوان، والعربيه خرجت عن السيطره وعملوا حادثه بشعه في مكان مهجور، الا لان لحسن الحظ جراي وآشا ما اتصابوش اصابات خطيره. وبعدها العربيه بتتصل بالاسعاف وبتقول لهم يجوا ينقذوهم، بس قبل ما الاسعاف توصل عربيه تانية بتوصل المكان وبينزل منها 4 رجاله، والرجاله سحبوا جراي وآشا من العربيه. وجراي اتوتر وقال لهم ياخدوا الفلوس والعربيه وكل حاجه بس يسيبوا مراته، بس للاسف واحد من الرجاله بيضرب عليها النار وبيقتلها، وجراي بيتجنن وبيبدأ يجري عليها، ولكن باقي الرجالة بيمسكوه وبيضربوه هو كمان بالنار. وجراي وقتها بيكون اتشل ومبقاش قادر يتحرك، وجراي بيكون لسه عايش ولكن ما كانش قادر يتحرك، وهو بيشوف لحظات مراته الأخيرة وهي بتفقد حياتها. وبعد شوية الشرطة بتوصل وبيلاقوا إن آشا ماتت، ولكن بيلاقوا جراي لسه فيه الروح وبياخدوه على المستشفى. وبعد 3 شهور من العلاج بيقدروا إنهم ينقذوا جراي، بس للأسف الرصاصة اللي جت فيه كانت دمرت الحبل الشوكي، وده تسبب في ان جسمه من تحت الاكتاف بقى مشلول بالكامل. وجراي ما كانش بيقدر ياكل او يشرب، وكان في دراع روبوتيه بالذكاء الاصطناعي بتاكله وبتديله الدواء، وامه كانت عايشه معاه وبترعاه. وكان جراي مكتئب طول الوقت وبيعيط وكان نفسه يموت، بس الحاجه الوحيده اللي كانت بتصبره هو انه كان نفسه يشوف اللي قتلوا مراته وهم مسجونين. وكان حتى الامل ده اتكسر لما بيقابل المحققه كورتيز، واللي بتقوله انهم ما قدروش يوصلوا للي قتلوا مراته، وان كل الكاميرات في المكان ما كانتش جايبه الاشكال بتاعتهم، بس بتحاول تواسيه وبتقوله انه لو اتعاون معاهم ممكن يوصلوا ليهم. وجراي فهم ان الكلام بتاعها ده مجرد مواساه وبس، وكان متاكد ان القتله عمرهم ما هيتقبض عليهم. وجراي بيرجع البيت وهو محبط وزعلان جدا، وفكره ان اللي قتلوا مراته ودمروا حياته عايشين احرار كانت بتقتله من جوه. وفي لحظه يأس جراي بيقرر انه ياخد جرعه كبيره من المسكنات، وبعدها بيتسمم وبيفقد الوعي. ولكن لحسن الحظ نظام الذكاء الاصطناعي في البيت بيتصل بالاسعاف في الوقت المناسب، ولما بيصحى في المستشفى بيتضايق لانه ما كانش عايز يعيش، ولكن بيتفاجئ بحد بيدخل عليه وبنعرف انه ارون، وهو نفس العميل بتاعه اللي كان رايح له. وارون بيبتدي يتعاطف معاه وبيقول له انه عرف القصه بتاعته وكل اللي مر بيه. وارون بيقول له ايه رايك اني اقدر اخليك تمشي تاني؟ وجراي اتصدم وساله باستغراب ازاي يعني؟ وارون قال له انت فاكر شريحه الذكاء الاصطناعي اللي اسمها ستيم؟ انا ممكن
هزرعها في جسمك، وساعتها هتوصل الاتصال العصبي المقطوع بين مخك وجسمك، وساعتها هتقدر تمشي زي زمان. وجراي ابتسم وقال له شكرا، بس انا مش عايز ابقى فار التجارب بتاعك. وارون قال له انا مش هضغط عليك، بس فكر في الموضوع. وبعدها بيسيبه وبيمشي. وجراي ما كانش عنده سبب انه يعيش، بس فكرة واحدة فضلت تطارده، انه لو قدر يتعافى ممكن ينتقم من اللي قتلوا مراته، وعشان كده هو وافق انه يشارك في تجربة ارون. وبنكتشف ان العملية مش هتتم في مستشفى عادية، وارون قرر انه يعملها في معمله السري الخاص جوه بيته. وبعد ساعات من الجراحة الشريحة اتزرعت بنجاح في فقرات جراي، واول ما جراي بيصحى بيبتدي يحس بجسمه تاني، والاحساس كان بيرجع لاطرافه ببطء. وبعدها جراي وقف على رجله واخد اول خطوة ليه، وكان فرحان جدا انه بقى يقدر يرجع يمشي تاني. بس قبل ما يمشي ارون بيوقفه وبيقوله لازم نتفق على عقد مقابل الجميل اللي عملته لك. والعقد ده كان مكتوب فيه انه مش هيقول لاي حد في العالم عن شريحة ستيم. وجراي وقع من غير ما يفكر كتير، وكان مبسوط جدا انه رجع يتحرك من تاني. وارون ابتدى يشرح له ازاي الشريحة دي بتشتغل، والطريقة ان مخ جراي هو اللي بيبعت الاوامر لشريحة ستيم، وشريحة ستيم هي اللي بتنفذها. يعني شريحة ستيم هي عبارة عن ناقل عصبي ما بين المخ والجسم. وبعدها جراي بيرجع لبيته وبيلاقي ان المحققة كورتيز بعتت له ملفات القضية، وجوه الملفات دي كان في فيديو من يوم الحادثة. وجراي فتح الفيديو وبدأ يتفرج عليه، بس للأسف التسجيل والصوت بتاعه كان مشوش. بس جراي فجأة بيسمع صوت حد بيتكلم، وهنا جراي بيوقف الفيديو وبيعيده تاني، ولكن ما بيسمعش حاجة. وجراي بيبص حواليه وما بيكونش في حد معاه في البيت. وهنا جراي بيفهم ان الصوت ده مش جاي من بره، لا ده الصوت ده جاي من دماغه هو. وهنا بيكتشف ان ستيم هو اللي بيتكلم معاه. I've been observing everything you've observed. Do you have to talk? If you don't want me to, I will not. Okay, yeah, don't talk. وبعدها جراي بيرجع يتفرج على الفيديو تاني، بس المرة دي ستيم بيلفت نظره لتفصيلة كانت فاتته المرة اللي فاتت، وقال له يا معلم ده واحد من الرجالة عنده تاتو على ايده. وجراي كبر الصورة وفعلا لقى في خطوط يا دوب واضحة على ايد حد فيهم، ولكن قال لستيم انها مش باينة خالص. وستيم قال له يا باشا سهلة عليا دي. وهنا ستيم بيبدأ يحلل التاتو ده وبيعرف شكل الرمز عامل ازاي. وبعدها قال له اديني ايدك كده يا عم جراي. ولما جراي بيحط ايده على ورقة، ستيم بيبتدي يرسم الوشم زي ما هو في الفيديو بالظبط. لا وبيقول له عندي مفاجأة كبيرة كمان ليك، انا عرفت لك الوشم ده بتاع مين. الوشم ده تقريبا كده وشم عسكري، وبمجرد ان ادخل على قاعدة البيانات واقارن الوشم ده هقدر اطلع لك عنوان الشخص. واول ما جراي بيعرف ان اخيرا بقى في خيط واضح ممكن يوصله للمجرمين بيتحمس جدا، وفورا بيروح للعنوان اللي ستيم قال له عليه. وجراي بيوصل للمكان وبيلاقي انه عباره عن مخزن قديم وفاضي، فبيكسر الباب وبيدخل جوه وبيبدا يدور بعينه في كل حته يمكن يلاقي اي دليل. واثناء ما هو بيدور بيلاقي كمبيوتر شغال وبيفتحه وبيبدا يشوف الرسائل اللي عليه. ومن خلال الرسائل دي بيكتشف ان الشخص المشتبه فيه كان ليه علاقه بصاحب بار موجود في المنطقه. لكن فجاه الشخص المشتبه فيه بيرجع للمخزن، وجراي بسرعه بيستخبى عشان ما يشوفوش. ولما الراجل بيقرب جراي بيهجم عليه فجأة من ورا، وبتبتدي ما بينهم معركة عنيفة جدا. لكن المشكلة ان الراجل ده كان مقاتل قوي جدا، وفي ثواني قدر يسيطر على جراي ويكسبه. وجراي بيحس انه خلاص كان هيودع، فبيقرر انه يدي اذن لستيم انه يتحكم هو في جسمه. وفورا جسم جراي بيتحول لسلاح، وستيم بيبدأ يحرك ايدين ورجلين جراي بسرعة خارقة وكأنه زي السوبر هيروز بالظبط، وكان بيصد كل ضربات الراجل بسهولة. وبعدها ستيم بيرد بضربات قوية جدا بتكسر عظمه في وسط رعب وذهول من جراي اللي كان حاسس ان في وحش بيتحكم في جسمه. وجراي كان بيحاول يخلي ستيم يسيب الراجل عايش عشان يسأله عن الحقيقة، لكن ستيم ما كانش عنده اي رحمة، وفي الاخر بيقتل الراجل بطريقة عنيفة وبشعة. ولما القتال بيخلص ما بينهم ستيم بهدوء شديد بيقول لجراي انه لازم ينظف المكان من الجريمة، ولازم يمسح اي بصمات او اي دليل ممكن يربط الجريمة بالشرطة. وبعد شوية ارون بيستدعي جراي عشان يقابله في بيته، وكان واضح انه غضبان جدا. وارون بيكشف لجراي سر مهم، وهو ان شريحة ستيم اللي مزروعة جواه فيها نظام تتبع، يعني هو كان عارف بالظبط جراي كان فين وعمل ايه. وارون بيحذر جراي بشدة انه يبعد عن كل العنف وفكرة الانتقام دي، وبيقول له انه صنع ستيم عشان هدف افضل من كده بكتير، ولو ما استخدمش ستيم بشكل كويس هو هيعطله ويرجعه مشلول تاني. وفي نفس الوقت المحققة كورتيز كانت بتحقق في جريمة قتل الراجل اللي جراي
جراي قتله، وبتبدأ تراجع تسجيلات الكاميرا اللي في المنطقة، وفجأة بتتصدم لأنها بتشوف جراي في الفيديو. والاكتشاف ده كان صادم لدرجة إنها بتقرر تروح لبيته فورا وتواجهه بالحقيقة. ولما بتقابله بتعترف له إنها كسبت عليه قبل كده، وبتقول له إن الشرطة فعلا كان عندها خيط في القضية، وكانوا بالفعل حددوا هوية واحد من المجرمين، بس هما كانوا بيراقبوه عشان يوصلوا للباقي. والمفاجأة إن الشخص ده هو نفس الراجل اللي اتقتل. وبعدها بتقول لجراي إن في ناس شافوه في المنطقة وقت الجريمة، وده بيخليه دلوقتي المشتبه الأول فيه. لكن جراي بيمثل البراءة بكل هدوء، وبيقول لها إزاي يعني واحد مشلول هيرتكب جريمة زي دي. فالمحققة قالت له إن الناس شافوك وأنت ماشي على رجلك، فبيقول لها إن أنت ممكن تطعنيني في رجلي عشان تتأكدي إن أنا ما بحسش بحاجة. والمحققة ما كانش عندها دليل قوي كفاية عشان تقبض عليه، فبتقوم وبتمشي. لكن الشك جواها بقى كبير جدا، وجراي دلوقتي بقى عنده اسم يتتبعه من القتال اللي فات، واسم الراجل ده كان فيسك. وجراي بيقرر فورا يروح للبار اللي قرا عنه في البيانات بتاعة الكمبيوتر. ولما بيدخل البار بيقف قدام كل الناس هناك، وبكل شجاعة بيقول ان واحد منهم قتل مراته، وبيقول ان الشخص المذنب لازم يعترف. لكن بما ان كل الناس عارفة ان جراي كان مشلول، محدش بياخده بجدية وكلهم بيضحكوا عليه. لكن فجأة واحد بيقف في مكانه وبيعترف ان هو اللي قتل مراته، وبعدها بياخد جراي، وكان واضح جدا انه ناوي يخلص عليه. واول ما بيدخلوا الغرفة المقفولة جراي بيدي ستيم السيطرة الكاملة على جسمه. واللي بيحصل بعد كده كان استعراض عنيف ومذهل جدا من ستيم، اللي بيبتدي يستخدم جسم جراي كسلاح حقيقي، وواحدة واحدة بيقتل كل اللي في الغرفة واحد ورا التاني. وفي اللحظات الأخيرة قبل ما الراجل يموت بيكشف له معلومة خطيرة جدا، وبيقول له ان الراجل اللي اسمه فيسك هو اللي دفع ليهم فلوس، وده عشان يقتلوا مرات جراي. لكن بعدها ستيم بيحذره وبيقول له ان ارون قدر يحدد مكانهم، وبيحاول يقفل الشريحة عن بعد. وقبل ما ستيم يتعطل بالكامل لازم جراي يوصل لهاكر يقدر يعيد تشغيل النظام. وبعدها ستيم بيستخدم ايد جراي وبيبتدي يكتب كود على ايده، والكود ده هو اللي الهاكر هيحتاجه عشان يشغل النظام من تاني، ويقدر انه بعدها يقطع الاتصال ما بين ارون بستيم. وجراي بيجري بسرعة على مبنى الهاكر، لكن وهو في الطريق ستيم بيبتدي يتطفى تدريجيا، واول حاجة 30% من الوظائف بتاعته بتقف، وده بيخلي جراي ما يبقاش عارف يمشي. ولما بيوصل بأعجوبة لباب الهاكر الشريحة بتكون تقريبا اتقفلت بالكامل. وبنعرف ان الاتنين دول هما نفس اللي قتلوا مرات جراي آشا، وواحد منهم كان هو فيسك، وهو القائد والزعيم بتاعهم. واول ما فيسك شاف جثة تولين الغضب مسك فيه بشكل مرعب، وقرب صباعه من عين تولين، وفجأة حاجة شبه الإبرة طلعت من صباعه، والإبرة دي دخلت مباشرة جوه عين تولين. وفجأة حصلت حاجة غريبة جدا، عينين تولين بدأوا يلمعوا زي عدسات الكاميرا بالظبط. وفي اللحظة دي فيسك بيبدأ يشوف كل حاجة حصلت لتولين قبل ما يموت. وفي الوقت ده بنكتشف ان فيسك وعصابته مش بشر عاديين، دول عبارة عن سايبورج، يعني بشر اتحطت فيهم اجهزة عشان يبقوا زي الروبوت المتطورين. وفي شقة الهاكر بنت اسمها جيمي فتحت الباب، ولما بتشوف الكود اللي على ايد جراي بتاخد الفلوس اللي معاه وبتسحبه على جوه على طول. وبعدها جيمي بتعيد تشغيل شريحة الستيم، وقالت له انه هيحتاج وقت بسيط لحد ما النظام يرجع يشتغل بالكامل. بس فجأة شافت على كاميرات الامان ان فيسك كان جاي ناحية العمارة، وعشان تنجو بنفسها هربت بسرعة وسابت جراي لوحده من غير ما تفكر فيه. وفي اللحظة دي فيسك قدر انه يدخل الأوضة، بس ستيم نجح في إعادة التشغيل وجسم جراي صحي من أوله وجديد. وبعدها بدأ ما بينهم مطاردة مجنونة في العمارة. وفي نفس الوقت ده ضباط الأمن بتوع أرون وصلوا هما كمان للمكان، فدلوقتي كده المعركة بقت 3 ضد بعض. وفيسك لما شاف رجالة أرون استخدم سلاح مزروع جوه جسمه وقضى عليهم كلهم وهما في الأسانسير. وبعدها بنشوف جراي وهو متحاصر على السطح مع رجالة فيسك، وما كانش فيه أي منفذ للهروب، فجراي بيقرر إنه يسلم نفسه ولكن لستيم طبعا. وفي ثواني قليلة ستيم بيقدر إنه ينزع أسلحة السايبورج وبيقتلهم بيها. وبعد كده جراي بيهرب وبيرجع على البيت، ولكن في البيت أمه بتتصدم لما بتشوفه وهو واقف على رجليه. وجراي وقتها اضطر إنه يقول لها الحقيقة ويحكي لها القصة الكاملة عن تجربة أرون والشريحة، بس قال لها توعده إنها ما تقولش لأي حد عن الموضوع. وهي طمنته وقالت له
انها مش هتقول لحد. وفي اللحظه دي اتضح ان ارون خسر السيطره الكامله على شريحه الستيم خلاص، والشريحه دلوقتي بقت شغاله لوحدها من غير ما اي حد يتحكم فيها. وفي اليوم اللي بعده المحققه كورتيس زارت جراي تاني وقالت له انهم لقوا الكرسي المتحرك بتاعه قريب من الحادثه، بس جراي قعد يحور عليها ويقول لها انه بس كان بيدور عليهم، وبعدها الرجاله هم اللي هجموا عليه وهو اغمى عليه، ولما فاق لقى نفسه في المستشفى وانه ملوش اي دخل باللي بيحصل. بس بنشوف وقتها كورتيس وهي بتحط جهاز تنصت في الجاكيت بتاعه وبعدها بتسيبه وبتمشي. وبعد ما كورتيس مشت قعدت في عربيتها عشان تسمع جهاز التنصت. وجوه البيت جراي قال لستيم انهم لازم يوقفوا مسيره العنف دي، بس ستيم رد عليه بنبره مختلفه المره دي وقال له انه اتحرر خلاص وبقى شغال لوحده ومش محتاج اذنه، وشرح له انهم لو ما قتلوش فيسك هيلاقيهم وهيقتلهم. وجراي ما لقاش حل غير انه يوافق ويمشي مع ستيم. وامه لما شافت معاه سلاح كانت خايفه وقالت له ايه اللي بيحصل بالظبط، بس جراي قال لها خير وبعدها بيسيبها وبيمشي. وقتها المحققه كورتيز بتكون سمعت كل حاجه من خلال جهاز التنصت، وجراي بعدها بيركب عربيته وبيمشي، بس المحققه كورتيز كانت ماشيه وراهم. وجراي بيسوق، ستيم ساعده يلاقي جهاز التسجيل المستخبي في الجاكيت بتاعه وعلى طول رماه من الشباك، وبعدها عرف ان كورتيز ماشيه وراهم فعلى طول زاد في السرعه عشان يهرب منها، بس كورتيز ما استسلمتش وفضلت مكمله وراهم. وستيم في الوقت ده بيقدر انه يخترق نظام عربيه قياده ذاتيه وبيروح بيها لعربيه كورتيز وبيخبطها، وكورتيز قدرت تنجو من الحادثه ولكن كانت متصابه والعربيه بتاعتها متدمره بالكامل. وبعدها جراي وصل لبيت فيسك وقدر ان هو يحاصره، وبعدها بيساله مين اللي دفع له عشان يعمل فيه كده، بس فيكس كان رافض انه يتكلم. والاتنين بيشتبكوا في قتال، وفيسك كان قوي جدا وكان قريب من انه يقتل جراي. وفي الوقت ده ستيم بيسيطر على جراي وبيضرب فيسك وبيوقعه على قطع زجاج اللي بتقتله على طول. وبعدها جراي بياخد جهاز بيانات صغير من ودن فيسك وبيحطها في ودنه، وساعتها بيعرف الحقيقه الكامله. وقتها بيكتشف ان ارون هو اللي مستأجر فيسك وعصابته وهو اللي ورا اللعبه دي كلها. وجراي بيتعصب جدا وبيروح بيت ارون عشان يواجهه وبيتهمه بان هو السبب في موت مراته. وارون بيقوله انه ما كانش عايز يقتل مراته والعصابه اللي عملت كده عشان تاخد فلوس زياده، وقال له ان هو ملهوش ذنب في اللي بيحصل. وبعدها بنتفاجئ ان المحققه كورتيز وصلت وبترفع سلاحها وبتؤمر جراي بانه يسلم نفسه. وجراي بيقول لها انت المفروض تقبضي عليه، هو مش انا، هو ده الشخص اللي قتل مراتي. وكورتيز بتقول له القانون هو اللي هيحدد ده مش انت. بس في اللحظه دي ستيم بيسيطر على جسم كورتيز بسرعه رهيبه وبيهجم عليها، وستيم كان خلاص هيقتلها. وجراي كان بيحارب بكل قوته عشان يمنع ستيم من انه يسيطر عليه. وجراي قعد يزعق لستيم ويقول له انت ليه عايز تقتلها، وستيم بيقول له ان احنا لو ما قتلناهاش هي اللي هتقتلنا يا جراي. ولكن جراي بيقدر انه يفك ايده من كورتيز وبيقاوم ستيم. وستيم بيقول له انت بتتحداني يا جراي، انت عارف ضريبه انك تقف ضدي هتكون ايه؟ وستيم بيسيطر عليه تاني وبيرجع يمسك كورتيز وبيخنقها. وجراي بيقول لها تستخدم السلاح بتاعها، بس كورتيز بتقرر انها تستخدم المسدس الكهربائي عليه، والكهرباء دي عطلت ستيم مؤقتا. ولما ستيم اتعطل ارون كشف الحقيقه المرعبه وقال له ان ستيم هو المجرم الحقيقي، الذكاء الاصطناعي هو اللي اخترق العربيه بتاعتك وهو اللي عمل الحادثه اللي قتلت ايشا. وقال له ان ستيم هو اللي اخترق بنفسه وان هدفه كان انه يدخل في جسم بشري وانه يتطور ويبقى اقوى. وقال له ان خطه ستيم من البدايه كان انه يتخلص منه هو نفسه، يعني الهدف كان هو ارون مش هو، وده لان ارون كان الوحيد اللي قادر يسيطر عليه وستيم ما كانش عايز اي حد ينافسه. وفي اللحظه اللي جراي بدا يستوعب فيها الحقيقه ستيم اعاد تشغيل نفسه بالكامل، وفي لحظه سيطر على جراي وقتل ارون اللي صنعه بدم بارد، وده وسط حسره جراي اللي ما كانش عايز يقتله. وبعدين اتجه ناحيه المحققه كورتيز وحاول انه يضربها بالنار، وجراي كان بيحارب بكل قوته انه يخلي الرصاص ما يجيش فيها ويبعد ايده. وفي الوقت ده ستيم بيحط المسدس على راس جراي وبيقتله، ووقتها جراي بيصحى من النوم وبيكتشف ان كل اللي شافه ده كان حلم. وبعدها بتدخل عليه مراته وبيكتشف انها لسه عايشه، وبيكون جراي اتخلص من الكابوس اللي كان عايشه ده. بس للاسف لو كانت دي نهايه الفيلم كانت هتبقى مثاليه قوي عزيزي المشاهد اللذيذ، لان احنا بنكتشف ان ستيم قدر يدخل جراي ويعيشه جوه الاوهام. يعني من الاخر العالم اللي قدامك ده هو عالم خيالي جراي اتحبس فيه للابد وهو مفكره الواقع، وبينما ستيم هو اللي كان عايش في الحقيقه. وبعدها ستيم بيقتل المحققه كورتيز عشان يبدا يعلن عن ولاده الوحش المرعب اللي في طريقه انه يسيطر على العالم. وفي النهايه الفيلم بيقدم رساله مرعبه عن خطوره الذكاء الاصطناعي، خصوصا لما بيخرج عن سيطره البشر، لان التكنولوجيا اللي المفروض تساعد الانسان ممكن في لحظه تخرج عن سيطرته. ستيم ما كانش
مجرد شريحة ذكية، لكنه كان عقل بيخطط ويتعلم وبيستغل البشر عشان يوصل لهدفه. والفيلم هنا بيحذرنا ان المستقبل اللي مليان ذكاء اصطناعي ممكن يبقى اخطر مما نتخيل، خصوصا لو البشر فقدوا السيطرة عليه. عشان كده السؤال الحقيقي مش ان الذكاء الاصطناعي هيتطور ولا لا وهيوصل لحد فين، انما السؤال الحقيقي هل هنقدر نفضل احنا المتحكمين فيه ولا في يوم من الايام هو اللي هيتحكم فينا. وبكده يكون خلص الفيلم بتاعنا لسهرة النهارده. كلمة اخيرة ليك عزيزي المشاهد اللذيذ، احنا فعلا بنتعب عشان نقدم لك الفيديوهات دي، فيا ريت ما تبخلش علينا باللايك والاشتراك الجميلين بتوعك عشان تتابع كل جديد. وبس كده ونشوفكم على خير، سلام.